هل سبق وشاهدت مشجعاً لا يجلس طوال المباراة؟ لا يشاهد، لا يحتفل ولا يصرخ؟ هذا ليس تصرفاً عفوياً. اليوم سنتحدث عن لومومبا، الرجل الذي حول المدرجات إلى رسالة ودخل قلوب الملايين. لومومبا لا يقف في المدرجات صدفة، هو لا يشاهد المباراة فقط، هو يؤدي موقفاً 120 دقيقة واقفاً، ليس لأنه متحمس أكثر من غيره، بل لأن الوقوف عنده احترام للمنتخب، وقبل ذلك وفاء لقضية أكبر من كرة القدم. بالنسبة للومومبا، الوقوف ليس تشجيعاً عادياً، هو تحية رمزية للكفاح الإفريقي، هو تذكير بتاريخ النضال والتحرر من الاحتلال، هو التزام أخلاقي يقول به: أنا هنا لا أمثل نفسي بل هوية كاملة. في كل مباراة جسده واقف، لكن روحه محملة بتاريخ طويل من الألم والكرامة. وحين خسر المنتخب أمام الجزائر، رأيناه يودع المدرجات بالدموع. تلك الدموع لم تكن دموع خسارة مباراة، بل دموع إنسان شعر أن الرسالة وصلت حتى وإن لم تتحقق النتيجة. وبعد ذلك خرج لاعب عمورة في لقطة غير أخلاقية كسخرية منه. لم يعد لومومبا مجرد مشجع، أصبح أيقونة إنسانية تذكرنا أن كرة القدم أحياناً ليست لعبة، بل صوت الشعوب وذاكرة النضال ومرآة الكرامة. ليس هذا فقط، بل تضامن معه أشرف حكيمي عبر إنستغرام: كل الاحترام أكيد لهذا الإنسان العظيم، رجل أوصل بكل أمانة رسالة للعالم عن مدى قوة ونضال إفريقيا. إذا أعجبك لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك في قناة ما لا كورة، لأن خلف كل مباراة حكاية تستحق أن تروى.